السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة برضو في موضوع أمن المعلومات وحماية الأسرار الشخصية إن إزاي أحمي الفلاش ميموري أو الهارد ديسك المتنقل البورتابل أو جزء منه بباسورد محدش يقدر ياخد البيانات اللي فيه أو يفتحه إلا أنا بواسطة الباسورد ده. هو الموضوع ده كان متوفر في بعض البرامج والسوفت وير اللي بتنزل بس من ويندوز 10 حطت إمكانية برنامج بينزل مع ويندوز 10 اوتوماتيك بيقدر ان هو يعمل الخاصية دي. لما نفتح الكمبيوتر بصفة عادية خالص ونروح على الدرايفر اللي احنا عايزين نعمل له الباسورد سواء جزء من الهارد او الفلاش ميموري، كليك يمين ونختار turn on BitLocker. BitLocker ده البرنامج اللي هو بيستخدم في التشفير وفك التشفير اللي هو عمل باسورد للبارتيشن او للفلاشة. وبعدين نعمل كليك. هو الصورة بس أنا جايبها من الموقع بتاع BitLocker فعشان كده كانت بتفتح متعرف ليها لينك فبتفتح الإكسبلورر. دي السلايدز التانية اللي هي المفروض بالشاشة بتظهر فيها، بتكتب الباسورد مرة وبعدين بتكتبه مرة تانية بالطريقة العادية، بس تحافظ طبعا على الأقل إن يكون في حرف كابيتال وحرف سمول وفي رقم وفي علامة من علامات الترقيم اللي هي الأند والشباك وعلامة الدولار وعلامة الفيلمية. وهنا بيبقى في حاجة اسمها الريكفري كي، فبيقول لك عشان تسترجع لو انت نسيت الباسورد او عايز تفتح ونسيت الباسورد بيبقى في ريكفري كي ممكن تسيفه على المايكروسوفت اكونت بتاعك على الكلاود او تحطه على فايل او تطبع الكي ده على ورقة من البرينتر لو عندك برينتر. بيقول لك المساحة اللي انت عايز تشفرها في الشاشة ديت، عايز تعمل تشفير للمساحة الفاضية بس ولا عايز تعمل كل المساحة بتاعت الفلاشة أو جزء من الفلاشة أو جزء من الهارد. فالديفولت بيبقى كل المساحة وده الأفضل. بعد كده بيطلع لك رسالة نوع التشفير. الأفضل إنك تسيبه زي ما هو compatible mode عشان يتفتح على أي جهاز مفيش مشكلة. ممكن تعمل حاجة تانية مخصصة بس دي متقدمة شوية. وبعدين الرسالة دي بتطلع بيأكدك إنك خلاص هيبتدي يعمل عملية التشفير ويقولك start encrypting، فبتدوس على الزرار بتاع start encrypting. بيقولك إن encryption of E اللي هو الدرايفر اللي اسمه E is completed. كده تم التشفير بنجاح. طيب لو عايزين بقى نفك التشفير ونقدر نتناول الداتا أو المعلومات اللي موجودة على الجزء دوت، برضو كليك يمين بس بتقول له manage BitLocker المرة دي، وبعدين بتنزل تحت وتقول له turn off BitLocker، يعني اقفل بقى BitLocker دلوقتي عشان انا هستخدمه. هيقول لك تمام ان تم فك التشفير بنجاح، ممكن بعد كده تتعامل مع الفايلات اللي موجودة بصورة بسيطة وسهلة جدا. طبعا هو في شاشة بيطلب منك هنا انك تدخل الباسورد اللي انت كنت عملته، بس هي يظهر انا ما ضفتهاش في الخطوات ديت، يعني بيطلب منك شاشة واحدة بتدخل الباسورد اللي انت كنت عملته. شكرا، اشوفكم في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.